من صغره هو كيعشق القتال والمعارك، وفاش كبر ولا قائد اكبر الجيوش في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان معروف انه كان كيدخل المعارك فقط بجوج ديال السيوف وبدون اي حمايه، وكانوا كاع الناس كيلاحظوا الذكاء ديالو في قياده الجيوش، حتى تسجل في التاريخ بانه اول قائد لم يهزم من قبل سواء في معركه صغيره ولا كبيره كما كان، لدرجه ان الناس شكوا انه من البشر من شده القوه اللي عطاها الله سبحانه وتعالى. الا دخلتي معاه في شي معركه وكنتي في الصف ديالو ما تخافش من الخساره، والعكس صحيح بالنسبه للاعداء ديالو. مجرد ما تيشوفوا هذا الشخص تيرتجفوا، كيتعتبر من اقوى القاده في التاريخ كله. هذا البطل هو خالد بن الوليد بن المغيرة، وهذا الشخص راه ما كانش طبيعي، وحتى الرسول صلى الله عليه وسلم فاش شافه اول مره وابتسم وقال بان خالد بن الوليد سيف من سيوف الله عز وجل. فشنو هي قصه خالد بن الوليد وشنو هي القصه العجيبه ديالو الدخول ديالو للاسلام؟ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف دايرين؟ بخير؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. القصة ديالنا اليوم غنهضروا على واحد من أقوى جنود الله سبحانه وتعالى، خالد بن الوليد بن المغيرة رضي الله عنه. قبل الإسلام خالد بن الوليد كان مع قوم قريش، وقريش في ديك الوقيته كانت مقسمة على جوج ديال الأجزاء، قريش الظواهر وقريش البواطن. قريش البواطن هما اللي تيسكنوا حول الكعبة بالضبط، أما قريش الظواهر فهما اللي كيسكنوا خارج مكة بحال القبائل. وكل من قريش البواطن وقريش الظواهر كل واحد عنده البطون ديالو، وهاد البواطن بحال الا قلتي العائلات او النسب. ومن بين اشهر هاد البواطن بنو هاشم بطن النبي صلى الله عليه وسلم. وكاينين بزاف ديال البواطن، وكل بطن من هاد البواطن عنده الدور ديالو داخل مكة وقريش. ومن بين هاد البواطن كاين بني مخزوم، وهاد بني مخزوم كانوا متخصصين في الحروب والقتال والاسلحه الى ما ذلك. وكانوا من اول ما تيتزاد عندهم شي طفل تيبداو يعلموه الاسلحه والرمايه وتيعلموه كيفاش يقاتل، وكيزرعوا فيهم داك الحب ديال القتال. وعندهم شعار واحد: يا تقاتل يا تموت. واللي منهم خالد بن الوليد بن المغيرة وعمر بن العاص، واللي حتى هما من الصغر ديالهم وهما تيتدربوا على القتال. وهاد الجوج بالضبط من الصغر ديالهم وهما عندهم واحد البسالة في القتال وواحد النضج في التفكير ديالهم. وحتى فاش كبر خالد بن الوليد شويه وشاف قريش كيعبدوا الاصنام ما كانش كيعطي الاهتمام بزاف لدوك العبادات ديالهم والاصنام، بحال الا قلتي ما مسوقش لداك الشيء ديالهم. المهم هو كان كيعطي التفكير ديالو كامل غير في التخطيط العسكري والقتال والاسلحه، ما كانش كيعطي لعبادات قريش اهتمام كبير. حتى فاش بان الرسول صلى الله عليه وسلم وشاف خالد بن الوليد قريش يعادون محمد بقى مع قوم قريش عادي، وهو ماشي حاقد على محمد ولا شي حاجه، ولكن هو ما كانش مركز على شكون اللي عنده الحق وشكون اللي غلط فيهم. هو كما قلنا كان مركز فقط على القتال، وباللي تزاد في قوم قريش خاصو يقاتل مع قوم قريش. وكان عند خالد بن الوليد واحد الاخ سميتو الوليد بن الوليد، وهذا الوليد بن الوليد سلم قبل خالد بن الوليد بمده طويله. وباش تعرفوا بان خالد بن الوليد ما كانش كيعطي الاهتمام كبير للعبادات وكيفكر غير في القتال، حتى فاش سلم الاخ ديالو الوليد بن الوليد ما عطاش اي اهتمام مثلا يقول لي على سلمتي ولا شي حاجه، بل بقات العلاقه ديالهم كما هي. كان قائد باسل، المهمه ديالو فقط يقاتل، ولكن واخا هكاك طراو ليه شي مواقف اللي خلاوه يخدم عقله ويخرج من داك النطاق ديال المهمه ديالي انا نقاتل فقط. اول موقف طرا لخالد بن الوليد هو بعد غزوه الاحزاب. قريش رجعوا لمكه بعد الهزيمه الساحقه من الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. وقريش في هذيك اللحظه راه كانوا حاسين باللي طرات شي حاجه في هذيك المعركه اللي ماشي عاديه، ولكن بسبب الكبر اللي كان في القلوب ديالهم ما خلاوهمش يفكروا بزاف. ولكن راه ماشي كاملين، حيت كان خالد بن الوليد وعمر بن العاص هاد الجوج عندهم واحد التفكير اللي عميق شويه بزاف، وباللي داكشي اللي وقع ليهم في غزوه الاحزاب راه ما كانش طبيعي ابدا. وهنا عمرو بن العاص فاش عرف بانهم انهزموا بقدره الله سبحانه وتعالى وماشي اي هزيمه طبيعيه، وفي ديك الوقيته كان ديما عمرو بن العاص كيقول لقريش باللي محمد جايكم وباللي ما بقى ليه والو يغلبكم، وباللي هاد الشيء اللي طرا لينا راه ما كانش عادي وانتم عارفين هاد الشيء، وباللي حنا ما رجعناش بالاراده ديالنا وانما رجعنا مهزومين من الله سبحانه وتعالى. وقال لهم باللي عندي جوج ديال الخيارات: يا نتبع محمد يا نغادر مكه نمشي لشي بلاصه خارج مكه. وبزاف ديال الناس اتفقوا مع الفكره ديال عمرو بن العاص باش يهاجروا من مكه واتفقوا باش يهاجروا للحبشه. والعجيب ان خالد بن الوليد ما مشاش معاه وقرر باش يبقى في مكه، واخا حتى هو كان عنده نفس التفكير ديال عمرو بن العاص. ومن بعد ايام قليله هاجر عمرو بن العاص والناس اللي كانوا معاه للحبشه، وخالد بن الوليد بقى في مكه وبقى مع داك الشعور ديال الخذلان والهزيمه. قال خالد بن الوليد باللي اي موقف تيطرى بين قريش والرسول صلى الله عليه وسلم تنتيجي واحد الشعور ديال الذنب والخذلان وباللي انا على خطا، ولكن واخا هكاك ما كانش كيعطي لها داك الشعور الاهتمام كبير.
وكيقول باللي اهم حاجه هي الانتصار ديال قريش. ولكن مع مرور الوقت بدا داك الشعور تيتزاد بزاف. والموقف الاكبر اللي خلى خالد بن الوليد يراجع النفس ديالو بالضبط في صلح الحديبيه. قال خالد بن الوليد باللي واحد النهار سمعت باللي محمد جاي لمكه باش يدير مناسك ديال الحج، وخرجت بالخيول والجنود ولقيت محمد والاتباع ديالو في منطقه خارج مكه. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم ديك الساعه والمسلمين محرمين، يعني ما كانوش معولين على القتال وكانوا في لحظه ضعف. فقلت هذه هي اللحظه المناسبه باش نقضي عليهم ونتهنى منهم في مره. ولكن قبل ما نهجم عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم والاتباع ديالو ناضوا باش يصليوا صلاه الظهر. قلت عاوتاني هذا هو الوقت المناسب باش نقضي عليهم ونصفي عليهم في مره. فشنو هي دابا هما تيشوفونا باغي نقضيو عليهم وهما ينوضوا يصليو. هذا هو التفكير ديال خالد بن الوليد في ديك الوقيته قبل ما يسلم. وقال باللي في هذيك اللحظه بغيت نهجم ولكن شي حاجه منعاني، كان حاول وكتمنعني. واللي غادي يزيد من التوتر ديال خالد بن الوليد هو ان الرسول صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر شاف فينا بواحد النظره ديال القوه، واخا كنا حنا اقوى منهم لا من ناحيه العدد ولا الجيوش ولا الاسلحه. فخالد بن الوليد هنا غادي يحس عاوتاني بنفس الشعور اللي حس به قبل مع عمرو بن العاص، الشعور ديال الذنب وباللي انا على خطا. وقال خالد بن الوليد اللي غيزيد الاعجاب ديالي بالمسلمين والرسول صلى الله عليه وسلم هو ان النبي صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر ناضي يصلي صلاه العصر على هيئه صلاه الخوف. وفي ديك الوقيته نزل الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم بآية من سورة النساء. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. وفي الوقت اللي كان الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين تيصليو كان العقل ديال خالد بن الوليد باقي مشوش وما عارف شنو غيدير، وباللي كاينه شي حاجه كبيره مورا هذا الرجل، شي حاجه خفيه تتحميه، وهاد الحاجه راه كبر مني وكبر من قوم قريش. وقال باللي فصل الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين صلاه الخوف رجعنا لمكه وفي الوجوه ديالنا الخذلان والضعف والهزيمه. والحاجه اللي خلات خالد بن الوليد حتى يفكر انه يهاجر مكه هو ان قريش دارت معاهده صلح مع المسلمين. ففي هذه اللحظه بالضبط بدا خالد بن الوليد تيفكر فين يمشي، يا يتبع محمد ويسلم ولا يدير كما دار عمرو بن العاص يهاجر لمكه للحبشه عن النجاشي. والمشكله اللي كانت عنده هي ان حتى الحبشه راه كانوا عنده بزاف ديال المسلمين، يعني الا مشيتي للحبشه راه بحال الا سلمتي. المهم خالد بن الوليد بقى على هذا الحال في مكه وبقى غير تيفكر حتى داز عام كامل على صلح الحديبيه. الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين غادي يرجعوا لمكه باش يديروا العمره. من بعد ما قضى الرسول والمسلمين العمره غادي يرجعوا للمدينه. من بعد 3 ايام غادي توصل خالد بن الوليد واحد الرساله من عند خوه الوليد بن الوليد اللي كان في الصف ديال المسلمين. قال خالد بن الوليد باللي هذه الرساله هي اللي غيرت التفكير ديالي وغيرت الحياه ديالي كامله، اللي كان فيها بسم الله الرحمن الرحيم اما بعد فاني لم ارى اعجب من ذهاب رايك عن الاسلام وعقلك عقله وهل مثل الاسلام يجهله عاقل. فقد سالني رسول الله عنك اين خالد فقلت ياتي الله به. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ما مثله جهل الاسلام ولو كان جعل لكايته وجده مع المسلمين على المشركين لكان خيرا له ولقدمناه على غيره فاستدرك يا اخي ما فاتك فقد فاتتك مواطن صالحه. قال خالد بن الوليد باللي من بعد هذه الرساله بالضبط الجانب الذهني ديالي بدا تيشتغل وبديت نقاد التفكير ديالي وبديت تنعرف اش من صف خاصني نكون. وجلست مع راسي واحد المده طويله وبقيت غير تنفكر في هذا الشيء اللي طرا ليا وفي الرساله اللي صيفط ليا الوليد بن الوليد. وشويه بشويه بدا تيرجع فيها داك الروح ديال القتال وبدا تيرجع كما كان، ولكن واخا هكا باقي تيفكر فين غيمشي. قال خالد بن الوليد باللي في واحد الليله غادي نحلم بواحد الحلم اللي غريب بزاف، عباره عن انني كننتقل من مكان ضيق ما فيهش الحياه لمكان عامر بالخضوريه وعامر بالحياه. فاق خالد بن الوليد من النوم ديالو وقال باللي هذه الرؤيه وخاصني نشوف شي واحد اللي يفسرها ليا. وهنا بدا داك الشك ديال خالد بن الوليد في الاسلام تيمشي شويه بشويه وتيقن باللي الاسلام هو الطريق الصحيح اللي خاصو يكون فيه. وفي واحد الصباح خالد بن الوليد غادي يخرج من البيت ديالو متجه للمدينه، وفي الطريق ديالو غادي يتلاقى مع صفوان بن اميه. سلموا على بعضياتهم وقال لي خالد بن الوليد شنو الراي ديالك صفوان؟ نتبعوا محمد فراه الامر ديالو راه باين وما بقى ما يتخبى فعلاش ما نتبعوش؟ قال لي صفوان عرفتها خالد واخا يبقى غير انا ومحمد فهاد مكه والله ما نتبعو. انت كتشوفني حاقد على محمد ونقدر ندير اي حاجه باش يموت وانت تتقول لي باش نتبعو واش انت فيو؟ وفي الطريق ديالو غادي يقابل ايضا ابو جهل. قال لي خالد بن الوليد نفس الهضره اللي قال صفوان بن اميه، قال لي شنو الراي ديالك ابو جهل باش نتبعو محمد؟ راه الامر ديالو ولا باين وراه ما بقى ما يتخبى. قال لي ابو جهل
قال واخا تكون هذه اخر حاجه نقدر نديرها في حياتي ما غنديرهاش. فمن بعد ما حاول مع خالد بن الوليد حتى هو وما بغاش كمل الطريق ديالو للمدينه. قال خالد بن الوليد باللي بين ما كنت باغي نركب الخيل ديالي غادي نشوف عثمان بن طلح، وهذا عثمان بن طلح حتى هو راه كان مقاتل قوي وكان بحال خالد بن الوليد. قال لي عاوتاني خالد بن الوليد شنو الراي ديالك يا عثمان نتبعوا محمد؟ قال لي عثمان والله الا تما لقيتيني فين غادي باذن الله خرجت من داري قصد المدينه باش نسلم على يد الرسول صلى الله عليه وسلم. قال لي خالد بن الوليد والله الا حتى انا بحالي بحالك، وها هو العوين ديالي قصد المدينه باش نسلم ونبايع محمد. وخرجوا من مكه بصمت بلا ما يشوفهم حتى واحد، متوجهين للمدينه باش يسلموا على يد الرسول صلى الله عليه وسلم. وهما في الطريق ديالهم من المدينه غادي يبان لهم واحد الشخص راكب على الخيل ديالو جاي من طريق الحبشه. فاش ركزوا مزيان غادي يبان لهم هذا الشخص هو عمرو بن العاص اللي هاجر للحبشه. عمرو بن العاص اش كيدير هنا؟ ياك هاجر للحبشه وقال بلي ما غيبقاش يرجع لمكه. المهم تسالموا على بعضياتهم وكل واحد مخبي على الاخر النيه ديالو باش يسلم. المهم بعد ما تسالموا مزيان وتطمنوا على بعضياتهم قال لي خالد بن الوليد انت بعد اش كدير هنا؟ ياك مشيتي للحبشه شنو اللي رجعك لمكه؟ قال لهم عمرو بن العاص عاودوا لي نتوما الاولين نعاود لكم انا. قال لي خالد بن الوليد باللي لقيتينا غادي للمدينه باش نبايعوا محمد ونسلموا على يد الرسول صلى الله عليه وسلم. قال لي عمرو بن العاص ايوا راه حتى انا غادي للمدينه باش نبايع محمد ونسلم على يده. قال لي خالد بن الوليد انت هاجرتي من مكه ومشيتي للحبشه باش تهرب من المسلمين ومحمد ودابا تقول لي غادي عند محمد باش نسلم على يده، كي درتي ليها؟ عاود لي شنو طرا لك. قال لي عمرو بن العاص واحد النهار وهو في الحبشه الرسول صلى الله عليه وسلم صيفط واحد الرسول لملك الحبشه اللي هي اثيوبيا دابا، وكان ملك الحبشه ديك الوقيته هو النجاشي وكان من اكبر انصار المسلمين في ديك الوقيته. فاش دخلت عندهم ولقيت هذاك الرسول قلت للنجاشي اعطيني سيف باش نقطع الراس ديال هذا الرسول اللي صيفطوه للمسلمين، انا باغي نقتلو غير باش نرتاح من هذا الشيء اللي دار فينا محمد وننتقم لكاع الناس اللي ماتوا من قريش وننعس وانا مرتاح ونتهنى من هذا الشعور اللي تابعني من نهار خرجت من مكه. وشدني النجاشي وعاود لي مزيان على الاسلام وارتحيت للاسلام وانا دابا في الطريق ديالي للمدينه باش نسلم. هذا الشيء اللي طرا ليا. وقال لي خالد بن الوليد وهو مستبشر سبحان الله فتوكلوا على الله وشدوا الطريق ديالهم من المدينه. غير تخيل معايا هذا المنظر، خالد بن الوليد، عمرو بن العاص، عثمان بن طلح، هادو راه من اقوى المقاتلين في هذيك الوقيته وتتشوفهم غير في المعارك القويه. دابا هاد الثلاثه تجمعوا خطره واحده باش يسلموا، تقول هاد شي واحد في هذيك الوقيته يقول لك مستحيل. فاش غادي يقربوا لمكه المسلمين غادي يشوفوهم من بعيد وغادي يمشيو يبلغوا الرسول صلى الله عليه وسلم. وقفوا في واحد البلاصه قبل ما يدخلوا للمدينه باش يبدلوا الملابس ديالهم ويبدلوهم بشي حوايج نقيين. ما جاتش ندخلوا عنده بحوايج السفر كلها موسخه. فاش لبسوا حوايجهم ودخلوا للمدينه غادي يقابلهم الوليد بن الوليد وقال لهم باللي النبي صلى الله عليه وسلم كيتسناكم وباللي فرحان بزاف حيت جيتوا للمدينه. كيقول خالد بن الوليد باللي اول ما دخلت عند الرسول صلى الله عليه وسلم وجات عيني في عينه ابتسم ابتسامه طويله وسلمت عليه وقلت اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. قال لي الرسول صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي هداك قد كنت ارى لك عقلا رجوت ان لا يسلمك الا الى الخير. يعني كنت كنشوفك ديما مختلف على الاخرين وحتى الطريقه ديال القتال ديالك كتبان فيها باللي انت عبقري وتمنيت انك تستغل هذا الذكاء ديالك والعبقريه ديالك في الاسلام ونصر المسلمين والحق. حيت كاينين بعض الناس عندهم واحد النسبه ديال الذكاء اللي طالعه شويه ولكن كيستغلوه في حوايج خايبين وكيستغلوه في الشر. قال لي خالد بن الوليد يا رسول الله انت عارف مزيان كيفاش كنت كنقاتلكم وقتلت فيكم بزاف ديال الناس وكنت بعيد كل البعد على الحق. يا رسول الله ادعي الله ان يغفر لي كاع الذنوب اللي درت قبل ما نسلم. قال لي الرسول صلى الله عليه وسلم الاسلام يجب ما كان قبله، يعني انه اذا كنت ماشي مسلم ودخلتي للاسلام بنيه طيبه باذن الله غادي يغفر لك. الاسلام كيشطب على كاع الذنوب اللي درتي في ايام الجاهليه والايام اللي كنت فيها مشرك. من بعد الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر لخالد بن الوليد كلما اوضع فيه من صد عن سبيلك. قال خالد بن الوليد باللي في هذيك اللحظه حسيت بواحد الاحساس اللي ما يمكنش، ما عمرني حسيت بهذا الاحساس وحسيت بحال الا كاع داك التفكير والشك في الاسلام مشى من بعد الدعاء ديال النبي صلى الله عليه وسلم. من بعد ما خرج خالد بن الوليد عند الرسول صلى الله عليه وسلم توجه ديريكت عند ابو بكر باش يفسر ليه هذاك الحلم اللي حلم به هذيك الليله. قال ليه ابو بكر رضي الله عنه باللي المكان اللي خرجتي ليه اللي كان عامر بالخضوريه والحياه هو الاسلام، اما المكان اللي كنت فيه اللي قلتي ضيق وما فيهش الحياه هو الشرك والجاهليه، وباللي الله سبحانه وتعالى صفت لك هذه الرؤيه في هذيك الوقيته بالضبط باش تراجع النفس ديالك. فمرحبا بك في الاسلام. وهذه كانت قصه اسلام خالد بن الوليد رضي الله عنه، اقوى جندي في التاريخ الذي لم يهزم من قبل واللي قال عليه النبي صلى الله عليه وسلم سيف الله المسلول. فهنا غنكون وصلنا للنهايه ديال الفيديو اليوم. الى عجبك الفيديو ما تنساش لايك كومنتير اشتراك في القناه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.